سلام حبيبتي، بما أنه رمضان الكريم راه على الأبواب. أخوات طلبوني على طريقتي في هاد البطاطا غابي ولا هاد البطاطا المبشورة مع المرقة اللي نسقيها بيها. واليوم جبت لكم طريقتي. تبغوا ديروها بهذه الطريقة اللي غادي تشوفوها، وانا ننصحكم والله. صدقوني هاد المرقة اللي غادي تشوفوها ديروها كيما غادي نديرها، تجي بنينة بزاف بزاف. انا مي كنت نصور في الفيديو ونطيب، غير اللي يدخل للدار يقول لي ماما شي هاد الريحه البنينه الشابه اش غادي نفطروا اليوم. تالمون الدار كومبلي تعبقت بهاد الريحه تاع هاد المرقه البنينه. وتقدروا تاني في مكان هاد البطاطا الغابي ديروا بطاطا فخيت عاديه. تبغوا ديروها تاني بمرق ابيض ديروها كيما تبغوا، بصح ننصحكم بزاف بهاد المرقه، جربوها ما خاسرين والو. تبغوا ديروها باللحم ديروها، ما كاش اللحم غير ديروها بدون لحم وتجي بنينه. المهم بالطريقه اللي غادي نديروها هنا بعد ما تشربت هذاك المرق. شوفوا كيفاش ديك البطاطا تتشرب وتولي طريه وتدخلها المرقه تجي بنينه بزاف ما تنشبعش منها. نبدو بسم الله في المرقه. هنا في طاجين ولا كوكوط ولا طنجره الضغط نديرو شويه تاع الزيت والدجاج. درت زوج فخوضه تاع الدجاج نقليهم من الجهتين باش يطلقوا هذاك البنون تاعهم، وندير كميه معتبره تاع البصل اللي قطعتها في الاشواغ. درت زوج حبات كبار تاع البصل، وهذه هي الكميه تاع المعدنوس اللي نوجد فيها باش من بعد نديرها. ودرت هنا عود تاع قرفه، وزدت مغرف صغيره تكون معمره بومبي تاع القرفه. اخواتي ما تقولوش لا بزاف القرفه، والله صدقوني تجي بنينه، ديروها بهذه الطريقه وتشوفوا. وزدت لها شويه تاع الملح باش هذيك البصل تذوب. من بعد نقعد هكا غير بشويه ونسعفها على نار قليله ونقلي فيها باش هذيك البصل تذوب وهذيك القرفه تطلق البنه تاعها. من بعد زدت عليها هذاك المعدنوس اللي قطعته هو تاني نقليه معاها. وزدت الله يهديني الله غالب والله والفته هذاك مرق مكعب الدجاج والفته كتابل. وزدت هنا زنجبيل كركم فلفل اسود على نار دائما قليله، ودائما راني غير نغطيه الاخر طاجين ونعاود نقلعه نغطيه ونقلعه. المهم نقعد غير في غردي نقلي فيه على نار قليله حتى تذوب وتتجمر هذيك البصل مع هذاك البنون اللي درناه. شوفوا كيفاش ولات. من بعد زدت لها شويه تاع الماء باش ما التوابل ما ينحرقوش. شفتوا كيفاش جا الشكل تاع هذيك البصله من تقلات. ودوك نمرقوا بالماء يكون سخون، ما ديروش شورورو باش يجيكم بنين ويتجمر. ها شوفوا كيفاش بعد ما طاب راه طالق واحد الريحه ما نقول لكمش، بنينه بزاف بزاف. غير جربوها راني عليكم جربوها. شفتوني كانوا زوج فخوضه من بعد ولا غير واحد. انا والزوج جوعنا كليناه فطرنا به وهذاك خليناه. دوك درت كميه هنايا تاع البطاطا قشرتها ودرتها في الماء. من بعد رحت رابيتها في الروبو باش ما نتعبش. من كاين تكنولوجيا علاه نعذب روحي. شاو الروبو يقطعها شويه غليظه يبشرها غليظه. هذوك 3 حبات خليتهم باش نبشرهم في العيون الرقاق تاع لاغاب. علاش شحال تطلق تاع الماء؟ علاش هاد الرقيقه غادي شغل تشد لي هذيك البطاطا اللي رابيتها غليظه، شغل هكا تنشد لي كوره تتماسك. شفتوا شحال طلقت تاع الماء؟ نورمال هذه هي البطاطا تطلق كميه كبيره تاع الماء. وزدت خليتها هنايا تكتر وراني نعصر فيها. عصروها من الماء قد ما قديتو، قعدوا غير تعصروا. درت لها الثوم والمعدنوس والتوابل، زنجبيل فلفل احمر حلو فلفل اسود كركم شويه تاع كمون. تبغوا ديروا كيغي تاع دجاج كيما تبغوا التوابل. وزدت قولوا لي كميه معتبره تاع البيض. درت 4 حبات تاع بيض يكونوا كبار باش تشدها خاطرش فيها الماء. درت الزيت تسخن وراني هكا نشكل فيها كويرات بلا ما تضغطوا عليها، ما تعصروهاش من الماء اللي فيها خاطر صايدلنا البيض ما غاديش تنتحل كيما راكم تشوفوا. ونقعد نقلي فيهم على نار تكون متوسطه. ما ديروش نار قويه باش ما تنقلالكمش من برا وتقعد لكم خضره من الداخل، وما ديروش نار قليله باش ما تشرب لكمش بزاف تاع الزيت. وكما راكم تشوفوا هكا وطلقت لي الماء. ما نرميش هذاك الماء ما نصفيهش. من هنا نقعد نجبد البطاطا خاطرش فيه البنون هذاك الماء اللي طلقاته. وكي نشكل كره ما نعصرهاش، غير هكا نشكلها كره ونقليها عادي نورمال ما غاديش تنتحل لكم. هي قليتها ومن كل جوانب ودات هذا اللون الذهبي الشباب وحطيتها في ورق الماس. درتها في الطبسي الاول عاود قلبتها في الطبسي الزاوج اللي فيه تاني مرق الماس من الزيت باش يمصلنا ديك الزيت الزياده. وشفتوا عاود شعل طلقت لي تاع الماء. تجي من برا محمره ومقرمشه ومن الداخل تجي طايبه وبنينه.
ومن بعد نديروا لها هذاك اللحم ونسقوها بهذيك المرقه البنينه وتاكلوها بالصحه والهنا. جربوها، راني نقول لكم بنينه بنينه بزاف بزاف بهذه الطريقه. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى. مع السلامه.